ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد ورحله جديده. والنهارده احنا في مهرجان التمور الدولي للسنه الرابعه، موجودين في حديقه الحريه. وهقول لكم كل التفاصيل اللي حابين تعرفوها. بما ان شهر رمضان قرب، كل سنه وانتم طيبين. ومن اساسيات الشهر الكريم التمور او البلح زي ما بنقول عليه في مصر، لان بيتم الافطار عليه بعد صيام يوم طويل. وطبعا كلنا عارفين القيمه الغذائيه والصحيه، وزي ما متعودين كل سنه الفترة الأخيرة بيكون في مهرجان للتمور. والسنة دي موجودين في حديقة الحرية. السنة اللي فاتت كانوا موجودين في حديقة الأورمان، وللأسف فيها تجديدات زي ما احنا عارفين. وطبعا المهرجان ده للسنة الرابعة على التوالي. آه، هو مهرجان القاهرة للتمور في نسخته الرابعة لكل محبين التمور. وهقول لكم كل التفاصيل اللي محتاجين تعرفوها. طبعا هنلاقي أكتر من عارض. والمهرجان بيستقبل 40,000 زائر يوميا. والمهرجان هيستمر من يوم 28 فبراير لحد 8 مارس. طبعا هنلاقي كل أنواع التمور، وهنلاقي عسل ومخللات وزيتون. ده غير كمان بيعملوا عروض جميلة جدا للأطفال، وموجودين مسرح بيأدوا فيه مؤتمرات بيعرفوك أنواع التمور وإيه اللي ممكن تشتريه. طبعا حاجات كتيرة اهي. يلا الحقوا روحوا، كمان انتوا ممكن تعتبروها خروجة. موجودين لحد يوم الجمعة 8 مارس قبل رمضان بيومين. كل سنة وانتم طيبين. تقدروا تشرفونا في حديقة الحرية. الدخول مجانا. ده المهرجان التمور. طبعا لو دخل الحديقة هتقطع تذكرة ب10 جنيه، وينفع طبعا تدخل بالعربية في جراج جوه أو باركنج. ده المسرح. كانوا شغالين دي جي وعروض للأطفال هنشوفها معانا ومسابقات. طبعا كان جميل جدا. وهنلاقي الحديقة مليانة، لأن أنا كنت في يوم الجمعة 2 مارس أو 1 مارس بالتحديد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. دول أطفال أهم عاملين مسابقات وعروض ترفيهية. كانوا جايين مع أهاليهم يتفسحوا كده. اسرع اسرع اسرع. يلا سقفوا سقفه كبيره. شكرا لكم. محمد غير شوي. يلا هنمشي بالاطباق من غير ما تقع. ماشي؟ جاهزين؟ هنروح لحد محمد وهنرجع بنفسنا. 1 2 3. كمل لحد محمد هنا. كمل للاخر. كمل للاخر. ها نرجع. هو الفرق بين ده ونقعد على ارض الاطفال والكبار يقفوا ورا خالص. وسع المساحه بسرعه. تعالوا بقى احكي لكم ايه حكاية المهرجان ده وليه بيعملوه. مع اقتراب 2021 وشهر رمضان، انطلقت النسخة الأولى لمهرجان التمور. ونجح المهرجان خلال ال3 سنين اللي فاتوا إنه يكون واجهة لمحبين التمور من كل حتة. والسنة دي هينطلق النسخة الرابعة لمهرجان التمور في حديقة الحرية زي ما اتفقنا. طبعا المهرجان السنة دي واخد شعار اكتشف تمور مصر، وهيشارك فيه منتجين كتير من كل أنحاء العالم، وكمان بعض الدول العربية، وعلى رأسهم ليبيا والأردن والسعودية وغيرهم. طبعا المهرجان بيستهدف أكتر من 40,000 زائر يوميا، وكمان بيهدف للتعريف بكل أنواع التمور وتبادل الخبرات بين المنتجين. وكمان عاملين مسابقات وحفلات كل يوم. صفحة صناع الحياة هنشوفها مع بعضينا. طبعا شباب جمال جدا حابين يفرحوا كل الأطفال الموجودين على قد ما يقدروا. عاملين مهرجانات كتيرة. عاملين عروض كتيرة. هنلاقي كل أنواع البلح اللي احنا عايزينه. سواء بلح رطب، سواء مجدول، سواء عجوة، سواء بلح. بصوا هتلاقوا كل انواع البلح.
كل اللي انتوا حابينه، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه هناك. وحقيقي هتنبسطوا وهتستنوا المعرض من سنة للسنة، لاني انا بستناه زيكم كده بالظبط، لان بيبقى فيه حاجات كتيرة جدا بتعجبني. بستناها، وبحب اتابع صفحتهم على الفيسبوك واشوفهم امتى. وزي ما احنا عارفين ان المهرجان كبير جدا، وبيضم ناس كتيرة زي التريكو، او زي بازار مفتوح. هنلاقي فيه ملابس واكسسوري، وهنلاقي فيه حاجات كتيرة هتعجبنا. يعني احنا لو رايحين بس نتفسح، حقيقي هتبقى فسحة جميلة ويوم ممتع، وخصوصا ان التذكرة مش غالية ب10 جنيه. معظم الخروجات او الفيديوهات اللي هتلاقوها على القناة هتلاقوها خروجات رخيصة وعلى قد الايد، او مجانية لبعض الاماكن. هحاول اصور لكم الحديقة كلها او البازار كله، او المهرجان زي ما انتوا عارفين وشايفين، علشان تنبسطوا، وعلشان لو عجبكم الفيديو تقدروا تنزلوا وتتفسحوا. وهنا كان صناع الحياة لسه مكملين معانا. صناع الحياة بيحاولوا يفرحوا الأطفال على قد ما يقدروا، علشان ينبسطوا برضو. بيقدموا لهم جوائز، بيعملوا مسابقات زي ما اتفقنا، بيشغلهم دي جي. وكان في عيد ميلاد بنوتة جميلة صغننة اسمها جودي، حبوا يحتفلوا بيها. باباهم فرح الأطفال بفوانيس صغيرة. وهنا لسه مكملين برضو الحديقة. بالمناسبة لو حابين تعملوا بيكنيك يوم الجمعة، الناس كلها بتحب الرنجة، فانصحكم تاخدوا الرنجة بتاعتكم وتروحوا. مسموح على فكرة بدخول المأكولات، مع ان في كافيتيريا جوه. برضو اسعار المشروبات والمأكولات رخيصة. نرجع بقى للرنجة. احنا هنحضر الرنجة بتاعتنا في البيت والبطاطس وحاجتنا، وهناخدها كأسرة كده ونطلع على حديقة الحرية. نعمل احلى غديوة زي ما بيقولوا، خلينا بالعربي. مسموح بدخول المأكولات، مسموح بدخول اللعب. حديقة كبيرة مش صغيرة. أقرب محطة مترو ليها هي محطة الأوبرا، موجودة معانا قدام حديقة الأندلس وحديقة الجزيرة، موجودة على كوبري قصر النيل. طبعا اهي الحديقة كلها فيها أكتر من 11 تمثال، من ضمنهم تمثال حيدر، وتمثال أحمد شوقي الشاعر الكبير زي ما اتفقنا. طبعا لو بقى محتار فين اماكن المذاكره ومش عارف، انا بنصحك بحديقه الحريه، فيها كافيتيريا كبيره تنفع المذاكره الصبح، بتبقى رايقه. غير المهرجان بتبقى رايقه خالص، بيبقى الجو فيها جميل. ولو عايز برضو حدائق على النيل تنفع للمذاكره، وتنفع برضو لعيد ميلاد. عندك حديقه الفنون في المنيل، حديقه ام كلثوم دي قصادها على طول. عندك حديقة الحرية اللي احنا متواجدين فيها، حديقة الأسماك، حديقة العبور. كل دي حدائق ب10 جنيه، وتنفع لأعياد الميلاد، وتنفع لخروجة جميلة وخروجة رخيصة وخروجة في متناول الجميع. طبعا كل سنة وانتم طيبين، داخل علينا العيد. هنحتار بقى نروح فين ونودي الولاد فين. الأول كان في حديقة الجزيرة، أو الجزيرة جنب حديقة الأندلس على طول. طبعا دي كان فيها ملاهي وكان فيها مراكب، بس حاليا مغلقة للتجديد والصيانة. فطبعا عندك حدائق كتيرة وعندك أماكن كتيرة تقدروا تتفسحوا زي ما انتوا عايزين، بفلوس كتيرة أو بفلوس قليلة. طبعا مصر مليانة حدائق ومتنزهات كتيرة جدا. واستنوني في فيديو كبير عن القناطر الخيرية. طبعا مكان القريب لقلبي، المكان الجميل المنسي اللي احنا ما بنروحوش وما فكرناش اصلا نروحه، وما فكرناش نزوره. طبعا كلنا بنجري على الملاهي اللي احنا عارفينها والحدائق اللي احنا عارفينها. هنا كنا خلاص بقى ماشيين. حبيت اصور لكم الحديقة كلها والمهرجان كله. كل سنة وانتم طيبين تاني. عيد سعيد عليكم، رمضان كريم. واستنوني في فيديوهات كتيرة، وتنسوش تعملوا لايك واشتراك وكومنتات. حقيقي كومنتاتكم بتفرحني، بتحسسني ان انا عايزة اصور تاني، وعايزة اوريكم قد ايه بلدنا جميلة وفيها اماكن جميلة تستحق فعلا تتصور، وتستحق فعلا ان احنا نعرف. وصلتوا لغاية هنا، نسيت اقول لكم ان الحديقة بتفتح من 9 صباحا ل10 مساء. والحديقة زي ما قلنا موجودة على كوبري قصر النيل، امام الشارع الموازي لبرج القاهرة. وكمان من الاماكن الجميلة اللي ممكن تتفسحوا فيها في الزمالك هي برج القاهرة وقصر سميحة كامل
وقصر عائشة فهمي، وده القصر بيفتح علشان بيعملوا فيه مهرجانات او معارض للمصورين او للفنون الجميلة. طبعا الزمالك مليانة خروجات جميلة جدا، مليانة فسح جميلة. ما تنسوش تروحوا تجيبوا بلح من هناك وعسل وزيتون ومخلل، كل لوازم رمضان هتلاقوها هناك، والياميش هتلاقوه بأسعار جميلة. طبعا الحديقة كانت مليانة ناس كتيرة جدا، كانوا جايين يتفسحوا ويخرجوا قبل ما يهل علينا شهر رمضان. ما تنسونيش اصور لكم الحسين وخان الخليلي والخيامية والسيدة، كل الاماكن اللي فيها روايح رمضان الجميلة اللي تقدروا تستمتعوا بيها. كنت معاكم انا حياة احمد. لايك واشتراك وكومنت لو عجبكم الفيديو. تحياتي لكم كلكم.